شيكو ممثل كويس ودمه خفيف. بس في الفيلم ده معتز التوني غالبا كان نازل ملوش مزاج، او ما كانش المنتج دافع له كل الفلوس اللي عليه، وزعيق من رحمة احمد من غير اي مبررات. انا اول مرة اشوف سيد رجب وصبري فواز ما بيمثلوش. الناس دي كانت جاية تهرب. السنة دي في العيد على غير العادة نزل 6 أفلام. مغامرات كوكو لبيومي فؤاد وشيرين رضا، ساعة إجابة لغادة عادل ومجموعة كبيرة من النجوم، ابن الحاج أحمد لشيكو لأول مرة لوحده، كمان هارلي لمحمد رمضان ومي عمر، بعد الشر لعلي ربيع، وأخيرا يوم 13 لأحمد داوود، وده تجربة منفصلة لأنه أول فيلم مصري 3D. طيب بعد ما عرفنا إن هم 6 أفلام، خلونا نسأل الأسئلة المهمة. هل دي سينما حقيقية؟ هل دي أفلام تستحق إنك تنزل لها مخصوص وتتفرج عليها في السينما؟ هل دي أفلام تضيف لذاكرة السينما المصرية ونفتخر إن إحنا أنتجنا أفلام بالمنظر ده ولا لأ؟ ولا دي أفلام كفاية عليها إنها تتعرض على المنصات ونتفرج عليها على شاهد أو أي منصة تانية؟ عاوز تعرف؟ خليك معايا لحد الآخر. أول فيلم هنتكلم عليه النهاردة هو ابن الحاج أحمد لشيكو، اللي لأول مرة بيطلع لوحده من غير هشام ماجد ولا احمد فهمي طبعا. الفيلم بيتكلم عن احمد او شلتة اللي بيشتغل في محل البقاله بتاع ابوه، ونفسه يبقى واحد من الابطال الخارقين، وده بيبان في كذا مشهد لما بيتخيل دايما نفسه ان هو بطل خارق، وانه في موقف معين بيحصل وان هو بيتدخل علشان ينقذ الناس الموجودين في الموقف ده. احمد بيكتشف ان ابوه مش صاحب محل بقاله ولا حاجه، وانه كان احد افراد تنظيم دولي كانوا بيخدموا البلد زمان، وانه بسبب ان اعداء التنظيم ده كانوا بيدوروا عليهم، هو اضطر ان هو يتخفى في شخصية صاحب محل بقالة، واتجوز وخلف احمد وعاش قصة تانية غير القصة بتاعته. بعد كده بتتوالى الاحداث وبنكتشف حاجة تانية خالص غير اللي حكاها له ابوه. القصة زي ما سمعتوا كده هي فعلا قصة كوميدية، ممكن يتفجر منها مواقف كتير جدا كوميدية، ويبقى فعلا في صريخ ضحك في السينما. يعني تخيل واحد كسول جدا لدرجة انه الناس مسمياه شلتة، ويتحول لبطل خارق، او يبقى يتحط في مغامرات يضطر فيها ان هو يبقى بطل خارق. فكرة فعلا كوميدية، ويبقى فعلا فيها مواقف كوميدية كتير. لكن للأسف صناع العمل استسهلوا الطريق واعتمدوا على إفيهات قديمة ومشاهد اتعملت قبل كده كتير في أفلام قديمة، فما كانش فيه أي جديد في الموضوع. السيناريست هنا وهو للأسف استسهل جدا، نحت مشاهد تانية من أفلام تانية، ما حاولش يخلق مشاهد جديدة تخلق كوميديا حقيقية تقدر فعلا انها تخلينا نضحك على الفيلم. للأسف كل المشاهد قديمة واتهرست قبل كده في أفلام كتير. النتيجة كانت استسهال من المخرج ومن السيناريست، استظراف من الأبطال، وزعيق من رحمة أحمد من غير أي مبررات. نفس الكلام يتقال على الممثلين. أنا أول مرة أشوف سيد رجب وصبري فواز ما بيمثلوش. الناس دي كانت جاية تهرب. أنا مش عارف مين اللي قال إن التهريج ممكن يصنع كوميديا. سيد رجب وصبري فواز لو كانوا عملوا أدوارهم بجدية حقيقية وكانوا خدوا الموضوع بجد، كان الفيلم راح في حتة تانية خالص. لكن للأسف هم كانوا داخلين بيهرجوا، ما كانوش بيمثلوا. الممثلين اللي بيمثلوا ادوار جديه وبيلعبوا ادوار كوميدي لما بيعملوها بجد بنضحك فعلا. اتفرجوا على آسر ياسين ونيلي كريم في 100 وش، اتفرجوا على احمد مكي لما عمل الكبير، واخد كل حاجه بجد، بيتكلم صعيدي بجد، ما بيهرجش، ما بيعملش حاجات دمها سخيف علشان تضحكنا. فليه سيد رجب وصبري فواز يعملوا الجريمه اللي عملوها دي؟ شيكو ممثل كويس ودمه خفيف، ولما بيمثل في افلام فيها مخرج بحقه حقيقي بيطلع منه كوميديا بجد وبنقدر نضحك عليها فعلا. لكن للاسف شيكو في الفيلم ده بيمثل بشخصيته الحقيقيه، ما حاولش يعمل كاركتر لشخصيه ابن الحاج احمد، رغم ان الشخصيه كان ممكن فعلا يتعب عليها شويه ويتعمل لها كاركتر مختلف عن الكاركتر بتاع شيكو. احنا صحيح داخلين نتفرج على شيكو، بس داخلين نتفرج على شيكو اللي بيعمل شخصيه ابن الحاج احمد. لكن للأسف اللي حصل ان احنا دخلنا نتفرج على شيكو اللي بيعمل شخصية شيكو. اما رحمة احمد فهي طول الفيلم تقريبا بتزعق وبتكسر ازاز. مش عارف هو دي رؤية المخرج ان هو يوجهها بالشكل ده، فلما تزعق وتعمل الشويتين دول احنا كده هنضحك، لانه بصراحة المشاهد اللي هي عملتها كلها ما فيهاش اي حاجة تضحك. نيجي للاخراج. المخرج هنا هو معتز التوني، ومعتز التوني اللي كتير منكم يعرفوه انه عمل افلام كتير جدا حلوه وافلام كوميديه فعلا تستحق انها تتشاف. لكن للاسف في الفيلم ده
معتز التوني غالبا كان نازل ملوش مزاج، او ما كانش المنتج دافع له كل الفلوس اللي عليه، فتحس ان الفيلم ما كانش له مخرج، وما كانش فيه اي وجهة نظر في الاخراج. الفيلم باختصار كل واحد حب يعمل اللي هو عايزه وخلاص. ممثلين ما تعبوش نفسهم ان هم يعملوا كاركترز ويعملوا شخصيات بحق وحقيقي، ويتعبوا نفسهم ان هم يمثلوا شوية. سيناريست ما تعبش نفسه ان هو يخلق مواقف جديدة ممكن انها تفكر كوميديا بحق وحقيقي، رغم ان فعلا قماشة الفيلم كانت تستوعب وتستحمل انه يتعمل فيها كوميديا اكتر من كده بكتير. ولا المخرج في الاخر تعب نفسه ان هو يعمل جو عام للفيلم يخلينا في الاخر نخرج مبسوطين من الفيلم. للاسف انه فيلم ابن الحاج احمد كان فيلم ممكن يبقى احسن من كده بكتير جدا، لكن للاسف هو طلع فيلم اقل من المتوسط. وتقييمي في الاخر لابن الحاج احمد هو 3 من 10. طيب وبعدين الحال هيفضل على كده ومستوى الافلام هيفضل بالمنظر ده؟ لا. الخبر الحلو اللي عايز اقوله انه ما افسدته افلام عيد الفطر تصلحه افلام عيد الاضحى. الافلام اللي جايه في عيد الاضحى افلام كلها شكلها جامده، وشكلنا هنشوف افلام وتمثيل وكوميديا بحق وحقيقي. كريم عبد العزيز، كريم محمود عبد العزيز، محمد هنيدي، منى زكي، احمد عز، آسر ياسين، مخرجين زي بيتر ميمي وشريف عرفة راجعين تاني. في مجموعة كبيرة جدا من الأفلام هتناقش معاكم فيها في الحلقة اللي جاية إن شاء الله. وربنا يسهل الموضوع يبقى أحسن بكتير ونتفرج على سينما بحق وحقيقي. أشكركم.